سعداء بوجود مجلس إدارة الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، وهنبدأ بكلمة عن الأستاذ نور الجوهر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول برحب بكم كلكم وألف مبروك. بمناسبة تخرجكم يعني ربنا معاكم، وأنتم شايفين الصحافة حالها جميل جدا، والهجوم على الصحافة شغال من اللي بيتخرج واللي ما بيتخرجش واللي بيشتغل واللي لسه ناوي يشتغل. الهجوم جامد فشدوا فيه. أنا شايف في مصريين وفي مش مصريين كمان في الدورة، فالإخوة المصريين يعني نتمنى لكم كل التوفيق، وانتوا طبعا معانا في المعترك. وبس عايز طول ما انتوا بتشتغلوا في نقطة عدت على الصحافة في الفترة الأخيرة ولسه مكملة، ولا الدستور المصري. فطول ما انتوا شغالين حطوا في مخكم الدستور المصري اللي اتعمل والمواد بتاعته المشهورة 45 46 47 46 47 48، والنقط اللي فيها اللي هي مش واضحة للصحافة، زي حقك في اخذ المعلومه. ما فيش حاجه في الدستور بيقول لك اتاحه المعلومات، لكن ما حددش بالظبط ان المسؤول مجبر انه يديك معلومه. انك ما تروحش لواحد في جهه حكوميه وتقول له ميزانيتك قد ايه وما يرضاش يقول لك، او يديك ميعاد ويخلف منك. المسؤول الحكومي لابد من انه يديك المعلومه، لان مشكله كل الصحفيين وانتم هتشوفوها ان الناس ما بيتكلموش او بيهربوا منه، بالذات الحكوميين. كمان مادة اللي هيشتغل في صحفيين الكترونيين بيعملوا كل حاجة دلوقتي. هتلاقي بعضكم هيشتغل في محطات تلفزيون. برضه القانون بتاع إنشاء المجلس الوطني للإعلام، كلنا متوقعين إن هو المجلس الوطني للإعلام لن ينص إن على حماية إنشاء القنوات والحاجات دي من المشرع، هو سايبها كلها للمشرع. فطبعا المجلس الوطني للإعلام هيتحول إلى أداة كنترول وتقييد الحريات. فبس خدوا بالكم الدستور ما تسقطوش حتى يسقط او يتم التعديل. اما بالنسبه بقى لما تدخلوا المجال وانتوا فيه وانتوا هتحكموا، هتلاقوا صعوبات كتير قوي، وبالذات في الصحافه الالكترونيه بقى هتلاقوا الصحفيين اللي بيكتبوا في الجرايد المكتوبه مش معترفين بيكم، وفي نفس الوقت واخدين نص اللي بتكتبوه. كل المواقع الالكترونيه هي اللي بتطبع تاني يوم في الجرايد بس مش معترفين بيكم. عندنا كمان الاستاذ نقيب الصحفيين، المفروض نحدد معاه ميعاد نروح نقابله نقيب الصحفيين، لان لو قلت ان الصحافه الالكترونيه ليها مجال وحتى الاعلاميين هيلاقي لهم حل، لان مفيش حاجه نقابه للاعلاميين مع الاعتذار للاستاذ صلاح نقيب الاعلاميين اللي الحكومه رفضاه، ولحد دلوقتي ما عملش اي حاجه. يبدو ان مجلس الشورى طبعا مقفل له كل حاجه، مقفل له المعاشات ومقفل له البدلات ومقفل له التصريحات، مقفل له كل حاجه. فاحتار، بس احنا لازم نروح نقابله ونحاول نزقه شويه. بالنسبه انا شايف اخوه من السودان طبعا، بس احنا السودان احنا بنقول الناس بتوع جنوب مصر ان احنا في الاتحاد العربي لسه عايشين في عصر مملكه مصر والسودان، ما اتغيرناش لحد دلوقتي. فهم اهل الجنوب ربنا معاكم بقى، لان احنا من شهرين كده ولا من 3 كنا تابعنا قضيه واحده من الصحفيات هناك كانت مضطهده وحصل لها مشاكل واتقبض عليها وبتاع، بس الحمد لله عملنا لها مسانده وافرج عنها.